عمرك شفت قطة تقدر تتنفس تحت المية ل20 سنة؟ بإمكانياته اللي تخطف الأنفاس بقى أكتر نجم مبهر تحت المية. في اليوم ده سبونج بوب كان بيتمرن على كتم نفسه، ولما شفيق استعجله عشان الأكل ما اهتمش لحد ما تعب من نقص الأكسجين. لحسن الحظ مستر سلطع وصل في الوقت المناسب واستخدم الوصفة السرية عشان يفوقه. سبونج بوب شرح له إنه بيقلد قدوته القط كيني، بس مستر سلطع ما كانش عارفه ده أعظم رياضي جاي من فوق ومكسر الأرقام القياسية وهو ماشي في قاع المحيط. سبونج بوب كان نفسه يبقى زي كيني اللي مكسر الدنيا ومشهور جدا في التلفزيون، وحتى فئات الدولار مطبوع عليها صورته. لما مستر سلطع سمع إن القط كيني جاي بكينا بوتوم جات له فكرة يكسب منها فلوس. طلب من سبونج بوب يجيب كيني ومعجبينه على المطعم، وسبونج بوب وافق بفرحة. بعد الشغل سبونج بوب راح لبيت ساندي من غير خوذته عشان يقلد بطله، فساندي رشت عليه مية بسرعة عشان يرجع لطبيعته. سبونج بوب حس إن ساندي شبه كيني، بس الفرق إنها ما بتقدرش تكتم نفسها. ساندي قالت إن القط كيني مش حقيقي، لأن لو القط كتم نفسه وقت طويل مش هيقدر يكمل. سبونج بوب زعل وافتكر إن ساندي غيرة من قدوته. بالليل هو وبسيط نزلوا الشارع بدري يستنوا القط كيني قبل ميعاده ب14 ساعة. سبونج بوب من كتر إعجابه غير العادي بكيني لبس بسيط عشان يخليه شبهه. تاني يوم الصبح المنبه ضرب وسبونج بوب كان طاير من الفرحة وهو بيشوف كيني بيعمل مشيته الشهيرة. طلب منه يمضيله على قلابة البرجر، ولما كيني ألمح إنه جعان سبونج بوب عزمه هو وكل المعجبين على مطعم سلطع برجر، ومستر سلطع عمل فلوس كتير. وفجأة تعبيرات وش كيني اتغيرت وظهرت حاجة شبه الأنبوبة من ظهره. رسم سبونج بوب تواليت في كشكوله، فسبونج بوب شاور له على الحمام. لما كيني اطمن إن مفيش حد حواليه طلع خزان أكسجين وبدأ ياخد أنفاس عميقة. في اللحظة دي سبونج بوب دخل فجأة وتفاجأ تماما وعرف إن الكل اتخدع في القط كيني. سبونج بوب كان زعلان ومتضايق جدا، قطع كارنيه النادي ورمى البوستر في الزبالة. كيني لقى سبونج بوب وشرح له إنه كان عايز يفرح الكل وما يقصدش يضحك على حد. لما سبونج بوب شاف اعتذاره الصادق وعاده يحافظ على السر. بره كيني كمل إمضاءات وجت ساندي تسأله إزاي بيتنفس بحرية تحت المية. سبونج بوب شاف وش كيني باهت ومخطوف فحاول يشد ساندي بعيد، بس ساندي فضلت تستجوبه لحد ما كيني ما بقاش قادر يستحمل وصرخ مش قادر أتحمل، محتاج أكسجين.